السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى واجمل اخوات في الدنيا كلها، يا رب تكونوا بخير. النهاردة مع بعض في الفيديو هننظف الكراسي بتاعة السفرة، يعني حلقة تنظيف كده ان شاء الله سهلة وبسيطة وخفيفة ان شاء الله. هتنظفي الوصفة دي بيها الكراسي السفرة او الانتريه او اي مفروشات عندك عليها بقع زي ما انتم شايفين اهو. الكرسي بتاع السفرة ده كان مكسور وكان طبعا مركون، فأنا قلت هصلحه وبعد كده هنضفه التنظيفة الجميلة زي ما انتم شايفين اهو. ده بعد التنظيف حاجة كده تحفة بقى جديد خالص، يعني ان شاء الله هترجعي كراسي الانتريه او السفرة معاكي جديدة زي ما كانت، زي ما كنتي مشترياها. ابدأي الفيديو بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. يلا بينا بقى نشوف بطل الفيديو بتاعنا النهارده وهو فاست ده منتج فعلا هو كيماوي لكن عادي كويس جدا وممتاز. يعني مش عاوزه اقول لكم على جمال المنتج ده في تنظيف البقع من على الانتريه او السفره او اي مفروشات. اولا هو مش بيغير اللون تماما، اول حاجه المهم ان احنا نلبس الجوانتي علشان اي مواد كيماويه ما تبوظش ايدينا وتجيب لنا اكزيما. تمام، فهنلبس الجوانتي. عندي هنا نص لتر من المية، هنحط عليه معلقتين كده صغيرين او معلقة ونص كده من فاست. الرش اللي انا هحطها دلوقتي مع شايفين اهي بس كده. طيب هنستخدمه ازاي؟ هتلاقي التعليمات مكتوبة عليه او كيفية الاستخدام او الاستعمال مكتوبة على الازازة من ورا. تمام، يعني الكل مكيال من فاست يبقى عليها 12 مكيال من المية. يعني لو حطينا ربع كوباية من فاست يبقى 3 كوبايات من المية اللي هي 12 ضعف. تمام، لو حطينا ربع لتر من فاست يبقى هنحط حوالي 3 لتر من المية. تمام، بس كده هاخد كده بلة بسيطة كده من بالسفنجة اللي انتوا شايفينها دي، السفنجة المضغوطة، وأول ما بتنزل المية بتكبر. تمام، بس هسيبها حوالي 4 دقايق. ده استخدامي لي أنا شخصيا. بستخدمه ازاي؟ باخد كده منه ببل السفنجة وبحطها على المكان اللي فيه بقع. مش شرط يكون الكرسي كله، يعني لو عندك بقعة في مكان معين ممكن تحطي على قدها بالظبط. تمام، واسيبها لمده 4 دقايق وارجع ادعك بالسفنجه كده دعكه خفيفه على فكره، مش قويه ولا بياخد مني وقت ولا اي حاجه ولا بليت الكرسي وغرقته ميه، لا خالص، حاجه كده بسيطه. تمام، وادعك كده زي ما انتم شايفين، ابل حاجه بسيطه كده واعصرها بايدي وارجع ادعك زي ما انتم شايفين كده. بس كده، بعد كده همشي عليها بالفوطه بتاعتي وانضفها كويس، اشيل الميه اللي عليها من فوق وبعد كده اشيله واحطه في هواء او في شمس ساعتين 3 هتلاقيه خلاص نشف معاكي. طب لو انا هحط على الانتريه من جوه او عندي مرتبه مفيش مشكله، تفتحي مروحه او تفتحي الشباك عندك عشان يدخل هواء ينشف المكان وبس، هتلاقيه زي الفل معاكي. الالوان زاهيه وكمان مش بيضيع الالوان تماما. منتج رائع جدا جدا في التنظيف، وده منتج برضو بتستخدمه شركات اللي احنا بنقول لهم تعالوا نضفوا لنا الانتريه او كده. شركات التنظيف برضو بيستخدموه على الجاف كده، سهل وبسيط جدا. ده يعني التجربة اللي انا جربتها معاه. طبعا انا غسلت 2 كرسي زي ما انتم شايفين اهم، ما خدوش معايا 5 دقايق، كل حاجة بقت زي الفل. شايفين النظافة، واول كمان ما بينشف بيبقى زاهي قوي بجد والله بكل امانة. هو ده اللي انا عملته واللي انا بستخدمه دايما من زمان قوي، وحاجة كده تحفة تنظفي بيها اي حاجة. داخل عليكي رمضان، داخل عليكي العيد، في اي وقت انت معايا عندك بقعة عاوزة تنظفيها عليك وعلى فاست اللي هو اللون اصفر. يا رب تكون فيديو بتاعنا النهاردة خفيف وسهل وكمان مفيد، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.